قوي وانا صغير. ده من 6 سنين صح؟ انت دلوقتي 16. عارف دايما ايام زمان اللي هم اللي بيلبسوا العمامه واللبس الغريب بتاعهم ده انا بحب اعمله قوي. الناس الريفيه يعني. بس جت عليا فتره ان هو بحب اعمل الناس الفرنسيين اللي هم بيعملوا شعرهم كاريه، عارفه شعرهم الكاريه الغريب ده الفرنساويين. ده اللي انا هعمله دلوقتي. اذا في اعمل لكم بسرعه اللي هو بيبقى بوكل كده. اوكي. طب دلوقتي انت تعرف تعمل اي حاجه موجوده حواليك؟ يعني اي حاجه تشوفها ممكن تعملها؟ انت هتعمل لنا ايه؟ بس في مناخير ظهرت. ايوه طب كويس اهو. ثاني في ظهرت وهو بيتكلم كده يعني. يعني انت مش بتحتاج ان انت تبقى مركز قوي فيها، انت يعني دي حاجه فعلا موهبه عندك، يعني بتطلع منك الشكل كده، انت عارف انت هتعمل ايه، انت بتبقى حاطط في دماغك انا هعمل الشكل الفلاني بسرعه. اوكي. طب محمود، في مواد كتير دايما الناس بتستخدمها للنحت، اشمعنى انت اخترت الصلصال؟ هقول لك، انا ماما وانا صغير ماما وتيتا كانوا عارف اطفال بقى وكده في البيت، فعايزين ايه يعني يخلوهم يسكتوا ساكتين عبال ما ينزلوا يجيبوا طلبات البيت ويجوا. فانا واخويا كنا بنقعد نلعب بالصلصال وكده، طبعا كانوا ايه لقوا حاجه ساكتين عليها بيتفرجوا على التلفزيون. حطيت النني كمان. ده حطيت النني. هو ده التفاصيل اللي انا بتكلم لك بره، قلت لك هعمل لك. بعدين بس فبعدين بتستخدموا الصلصال في البيت انت بس مش النوع ده بالظبط، يعني النوع ده انا استخدمته من وانا عندي 10 سنين بالظبط. قبل كده ما كنتش بستخدم النوع ده، كنت بستخدم النوع اسمه النوع الطبي. بس ما كنتش بحس ان هو يعني بحس ان هو معلم في ايدي، وبعدين ما بحسش ان هو اللي ينفع اتقن فيه يعني واعمل فيه اللي اقدر عليه. بس لما كبرت بقى كل ما بكبر كل ما بكتشف شيء جديد. بس عارف كنت بلاقي ان انا بلاقي حته اللي انا عايز داخل في مسابقه ضد قصه الانبياء، يعني فاهم؟ ما اعرفهمش. لسه عايزه اسالك ايه المسابقات والمعارض الحاجات اللي انت دخلتها؟ دخلت مسابقه تبع دوله عربيه يعني، بس انا ما اعرفش ايه اللي حصل فيه. عملت لهم حاجه بس ما اعرفش ايه اللي حصل. وبعدين المسابقه الثانيه مش مسابقه، كان معرض في حديقه الجزيره، انتوا كنتوا فيه بس مش عارف انتوا كنتوا موجودين فيه يعني. اكيد فريق مسائك سكر زي ده كان موجود. ايوه كانوا موجودين هناك وصوروني وانا موجود هناك. ده بقى نقطه اعتبرها نقطه تحول ثانيه، لان انتوا ما شفتوني هناك عجبتكم شويه، وبعدين ابتدى اللقاء معاكم. لا طبعا، اصل ده كمان باين من يعني خبرتك واحترافك للموضوع ده. لازم طبعا موهبه زي دي نطلعها على الهوا يعني. ربنا يخليك. عشان الشكل اللي هيطلع لك بره بقى. طبعا عشان الشكل يبقى كويس، فلازم اقعد اشكر فيك على ده. هتطلع له شعره برده وكده وهو هتعمل له برده شعره كده؟ هعمله بالشكل كده بالظبط. سلام. لا بس بصراحه بصراحه زي بتوع زي الانجليز والفرنساويين زمان، محكمه بيبقوا في المحاكم. لا انا كمان شفت في التقرير انت عامل بقى حاجات زي تارزن انا كنت ناوي اعمل اشكال كرتون كتير جدا على فكره. انا عندي معرض يوم 1/10 في نقابه الصحفيين في قاعه عبد السلام الشريف، واتمنى ان تكونوا موجودين هناك يعني. بس ايه هتلاقي هناك حاجات احلى من كده كتير. هنصور كمان المعرض ده. ماشي انا مستنيك. طب انا عايزه برضه محمود تحكي لي بقى على دور اسرتك في حياتك، يعني ازاي هم ساعدوك وخلوك هم اساسا كل حاجه يعني. اقول لك حاجه، يعني مثلا اختي منى دي حياتي، بعشقها اساسا منى. محمد اخويا بابا وماما يعني ما بيأخروش عني حاجه زي ما بيقولوا. زي ما قلت لك اول حد اداني الصلصال ماما، يعني كانت عايزه تسكتنا، هي كانت مصلحه بس مش مهم يعني. هي ظبطتنا بس. وبعدين لا هم عملوا لي كل حاجه هم اكتشفوا موهبه شافوك وانت من وانت صغير ازاي ابتديت. بس عارفه بقى اللي هو ايه، روح سيب الصلصال وروح ذاكر. اقول لك الصراحه كنت بجيب الكتاب وافتح الكتاب انا بذاكر وحاطط جواه الصلصال. ما حدش عارف الكلام ده غيرك على فكره. دلوقتي العالم كله عارف. كنت افتح الكتاب احط جواه الصلصال. بتعمل ايه؟ والله بذاكر يا ماما مفيش. واقلب الصفحه وهم يخرجوا بره اطلع الحاجات واشتغل. كمل. بس ما كانش بيعطلك عن المذاكره طبعا صح؟ يعني كان بيعطلك. ما لا المفروض برضه يعني يبقى في بالانس بين الاثنين. بس بما ان انت اخدت ده بقى يعني بقى احتراف ليك، وبقى ان انت يعني هل ده مصدر برضه يعتبر مصدر رزق ليك؟ ما حصلش قبل كده. انا عمري ما بعت شكل. بس هل تنوي انه يبقى مصدر رزق انت يوم من شايف الايام؟ انا شايف انه لازم. انا عايزه يعني حسب الشغف اللي عندك طبعا. وده في اصلا اللي هم بيتعاملوا بالصلصال فعلا، الكرتون اللي بيتعاملوا بالصلصال، مسلسلات يعني الحاجه يعني بالحاجات دي فعلا. هل انت شاركت في حاجه من الحاجات دي ولا لا لسه؟ الحقيقه انا رحت فعلا الدكتوره زينب زمزم عشان اشتغل معاها، لكن هي عارف اللي هو اكيد هي يعني عندها خبره اكتر مني، فقالت ان الشغل كهاوي فهو محترف لكن مش بروفيشنال، يعني مش ينفعش اشتغل معاها لان هم طبعا اشكالهم فظيعه. انا شفت الحاجات لا فظيعه. بس اكيد يعني ممكن مع الوقت والخبره ان انت تطلع حاجه زيهم بالظبط. الواحد لازم يبقى حاطط رجله الاولانيه. اصل انا دخلت تجاره
فاهم قصدي؟ فتجاره شيء وفنون جميله شيء تاني بقى. انا ناوي بقى اما اخلص انا تجاره. كنت طب اسنان على فكره فعلا. مفيش حد أصل هي وجعاني جدا على مفيش فكرة. حد بيمشي بشهادته دلوقتي بصراحه يعني. بس يعني مسألة ان انا بس احاول اشد حيلي في تجارة واخلصها. بعدين تجارة تاخد. القاهرة يا جماعة ماشي، اللي يعرفني يسلم عليا. بس احاول اشد حيلي فيها وبعدين اخرج منها بقى اخد كورسات فنون نشد حيلنا شوية. لا ان شاء الله. هي برضه الشهادات بتفرق برضه، يعني فيها احنا حاجات. بلد شهادات. بلد شهادات بالظبط كده. يعني انا عايز اقول حاجة ممكن اقول حاجة بس يعني في حاجة أنا لاحظتها. يعني مثلا أنا وأنا في المدرسة جات لي بعثة وأنا في أولى ثانوي، بعثة سفر لأمريكا. كان في مشكلة إن هو لازم يكون عندك لغة. يعني مش يعني ممكن تكون موهبتك مش فذة بس عندك اللغة الإنجليش بتاعتك كويس. فدي حسيتني كده ان مش لازم اكون فنان قوي قد ما اكون لازم اكون عندي الحاجات التانية. الحاجة التانية برضو في فنون جميلة انا جايب 379 ونص. وفنون جميلة كانت بتاخد كانت بتاخد اقل من كده بكتير. السنة دي اكتشفت ان المجموع عالي فجأة. فبقت بتاخد من مجموع اكتر ما بتاخد من موهبة. بس دي غريبة فعلا، يعني انا برضو بستغرب الموضوع ده. يعني انت لو عندك موهبة وحد بيذاكر قوي، يعني متهيألي الموهبة بتبقى مهمة جدا في الموضوع ده. بالظبط، فبتبقى مشكلة جامدة جدا. طيب ده ايه ده؟ عملنا بنطلون. ده الجسم ولا البنطلون؟ ده البدلة. ده طب محمود سؤال تاني، هل انت ممكن دلوقتي بتعمل دايما التصميمات الصغيره؟ هل ممكن تعمل حاجه يعني بصلصال بقى لو عندك كميات كبيره من الصلصال ممكن تعمل تمثال كبير؟ عملت طب حاجه قبل كده؟ عملت، بس عارف زي ما بقول لك ايه، عشان بعملها لنفسي مش يعني بعملها كحب يعني. فدايما تلاقيني عملت التمثال وبعدين ايه 5 دقايق ماما تعدي عليا تلاقيني ببص الشكل. فتبقى عايزه تاكلني بقى، فاهم؟ لو انت بوظت ليه، انت يعني انت تعبت فيه وعملته كده. بس عارف لو يعني بعمله بلا جدوى، يعني ما فيش حلو بلا جدوى دي صح؟ جميله وقت العربيات. طب محمود انت ممكن تعمل اي حاجه بالخامات تانية غير الصلصال؟ انا اشتغلت قبل كده طينه، اللي حصل فيها موقف فظيع. قعدنا جبنا طينه انا عمري ما اشتغلتها ومن غير اي استاذ، وبعدين عملت الهيكل بتاعها بالخشب. فاللي حصل ان انا اشتغلت وبعدين وديناها مكتبه سوزان مبارك الموجوده في المعادي، وبعد ما وديناها وفي تلفزيون جه صورنا بالصدفه، بعد ما حطينا الاشكال وتمام حصل تصوير. اول ما التصوير خلص الشكل قام واقع. بس هو المهم الشكل التصوير كان خلص موجود الحمد لله. اساسا المخرج قال يعني قعد يدعي ربنا كتير ان هو نجح يعني. بس كويس. وهل لقى اي اعجاب من الناس وكده؟ يعني هو دايما بلاقي الناس بتقول لك حلو وجميل وبيعجبوا بيه يعني. بس انا مش عارف يعني ايه، في مشكله ان ايه، ماشي انت معجب بشكل، طيب ماشي وبعدين؟ يعني انا واحد من الناس، طب ماشي انا مثلا موهوب ونحات وكذا، طيب ماشي بعدين؟ هم الفنانين دايما كده، فاهم؟ الفنانين مظلومين. انا دايما الواحد ما بيشوفش ان حاجته حلوه، ما يعني الفنان ما بيحسش كده، بيحس انه عادي. يعني انا نفسي في مره حد يتصل بيا في التليفون يقول لي انا عايز ارعى موهبتك مثلا، عايز ارعاها بجد. مثلا عايز مثلا بالصدفه يمكن الاقي ديزني ناس تتصل بيا في التليفون تقول لي انا عايزك تيجي تشتغل. ده حلمك ده مش حلم، ده مستحيل اساسا. لا على فكره مفيش حاجه اسمها مستحيل. يعني انت دايما لما بتؤمن بحاجه مهما حصل لازم تفضل ودايما تطور نفسك، تطور من نفسك وانت هتلاقي اكيد يعني. بحاول اطور من نفسي والله، بس ايه برضو محتاجه لازم يكون معاك ناس كفء. فانا يعني مثلا منهم دكتور عزيز الجندي، ده انا اشكره جدا، والدكتور صلاح المليجي، مستر محمد علي اللي علمني الرسم اللي انا كنت فاشل فيه وظبطني فيه جامد جدا. دكتوره زينب زمزم طبعا مش هينفع انساها، لان بصراحه يعني قالت كلمتين في حقي كويسين يعني قدامي. يعني كويس ان في ناس بتهتم وانت بره نشوف بعض يعني. طبعا بره هاجي كده اشوف هتعملي تمثال كويس ولا لا، واشوف بقى ارعاك ولا لا. انا عايزه اوري بقى التمثال بتاعنا للكاميرا عشان احنا فقرتنا خلصت. اوكي وري الكاميرا. وري الكاميرا انت امسكوا بص ده بقى الشخص ده ايه ده الايد يعني اوعى تنسى صباع. لا تنسى الضوافر. بص انا عملت انا كنت ممكن اعمل لك ضوافر بس عشان نلحق. اوكي خليه قدامك يا اشرف. كنت لسه عامل حاجات كتير بس مش مهم. ايوه كده تمام. محمود الحاجات اللي بتعملها جامده جدا، واحنا بنشكرك ان انت كنت موجود معانا النهارده، وهنجي لك ان شاء الله كمان المعرض بتاعك. ماشي. وبس احنا مبسوطين بيك فعلا. وانا مستمر كده، عايزينك تبقى مستمر على طول. وانا مستنيكم بره يا جماعه. ماشي. مشاهدينا ما تتحركوش مكانكم عشان بعد الفاصل هنتكلم عن لا انتوا ما تتحركوش. بعد الفاصل هنتكلم عن الست النوبيه، فاستنونا.